السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد بقى. هنعمل حاجة حلوة. هنعمل غدا. تمام. هنعمل كيكة عادية خالص، كيكة الشاي العادية خالص 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 على طريقتي انا يعني. حطيت بيضتين ورشة فانيليا وحطيت كوبايتين سكر. حابة تقللي السكر براحتك. حطيت كوباية زبادي. تمام. قللي السكر براحتك زي ما تحبي. حابه تزودي البيض بس انا بعملها ببيضتين بس بتبقى حلوه، وهوريها لكم في الاخر هتبقى عامله ازاي. تمام. وحطيت عايرت بكوبايه الزبادي. حطيت كوبايه سمنه. تمام. على قد مقدار الزبادي، اصلا ما بتبقاش علبه الزبادي مليانه للاخر خالص، فبتبقى يا دوبك الحز بتاعها بالظبط. حطيته سمنه. تمام. وزودت شويه لبن صغيرين. آه بس كده. وهضربها في الخلاط عادي. في الخلاط عندك بالهاند بلندر بمضرب البيض براحتك خالص. تمام. هنا بقى الصينيه اللي هعمل فيها، فهدهنها بقى سمنه وهرش عليها شويه دقيق. تمام. بس كده اهو. الدقيق حاجه سهله وبسيطه للفطار الصبح، بتبقى حلوه جدا. انا عن نفسي بحب الفطار دوت، بيبقى كوبايه شاي بلبن او شاي ساده وحته كيك او بسكوت او كده. تمام. هنا كوبايتين دقيق، طبعا بنخلهم عشان يدخل هوا في الدقيق، وهحط معلقه كبيره من بيكنج باودر. تمام اهو زي ما انتم ما شفتوا كده. بس هديله تقليبه الدقيق كده بس، وهنزل بالخليط واحده واحده وهقلب. وانا بحب اقلب بالمعلقه الخشب دي عشان خاطر بتخش ما بين الحروف الجناب وكده، بتطلع كل الدقيق لو في دقيق يعني مركون في البولة اللي انا بعمل فيها يعني. بس هفضل اقلب في اتجاه واحد كده زي ما انتم شايفين. بصوا بتطلع الدقيق ازاي. بس بصوا الخليط كده اهو زي ما انتم شايفين كده حلو، مفيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه خالص. هبتدي ان انا هنزله في الصينيه على درجه حراره بقى. طبعا انا مسخنه الفرن عادي خالص درجه حراره 180. بتقعد يعني من 35 دقيقه ل 40 دقيقه. تمام كده اهو. بصوا هدخلها بقى الفرن. بس هسيبها كده بقى في الفرن لحد ما تستوي خالص. هبتدي بقى ان انا اعمل الاكل بتاعي، وهعمل صينيه بطاطس صغيره خالص كده. طبعا انا ما بعملش اكل كتير برضو، برجع بقول لكم. فمعايا بطاطسايه واحده كبيره هقطعها، وطبعا بصوا بقطعها ازاي يعني الحجم دوت. تمام. حابه تخنيها اكتر براحتك. طبعا هروح اغسل البطاطس وارجع. طبعا غسلت الوراك، وطبعا احلى صينيه بطاطس تاكليها بالوراك مش بالصدور. انا بعمل البطاطس بالوراك كده. غسلتهم كويس وهبتدي اقطع الفلفل اهو زي ما انتم شايفين. طبعا لو حابه فلفل حار براحتك. انا طبعا ما بعملش الحاجه حاره لاني معايا عندي اطفال. وبصلايه كبيره طبعا حسب الكميه برضو بتاعتك. وهنا كانت حجم البصلايه كبير لاني البطاطس بيبقى يعني البصل بيديها طعم حلو قوي، والفلفل كمان الرومي. تمام. وهقطع بقى التوم. بصوا كام فص توم بيديها طعم وريحه حلوه جدا جدا جدا. انا حبيت ان انا اعملها خفيفه كده، مش حابه اضرب الطماطم في الخلاط. هقطع برضو كمان الطماطم وهفرم التوم كويس زي ما انتم ما شايفين كده. حاجه سهله وبسيطه جدا ومخدتش وقت خالص خالص. وكده كده الفرن كمان عندنا سخن، فهطلع الكيك اللي انا عملته. عقبال طبعا ما قطعتها وتبلتها وظبطت الدنيا، كانت خلاص على وشك ان هي يعني تطلع الكيك من الفرن. طبعا انا احطها شويه على البوتاجاز من فوق تغلي. وبعدين ادخلها بقى الفرن تكمل سواها وتتحمر. تمام كده. بصوا انا بطاطسايه واحده، بصلايه واحده، كام فص توم صغيرين، طماطمايه واحده. طبعا احط ملح وفلفل اسود فقط لا غير، وشويه بابريكا صغيرين خالص. حابه تحطي فلفل حار براحتك. تمام. وشويه زيت صغيرين. بس هدعك كل دول في بعضهم كده زي ما انتم شايفين. ادعكوهم جامد جامد جامد. طبعا ممكن تعملي الخلطه دي معاها لحمه ضاني وتدخليها الفرن. عايزه اقول لكم هتاكلي احلى لحمه ضاني. طبعا انا هتبل الفراخ كده بره. طبعا مش هحطها في الصينيه، وبعدين انزل الفراخ تاني وانزل البطاطس تاني مكان الفراخ. تمام. مش بحب كده بصراحه، بحب اتبل بره خالص. وبعدين احط الفراخ عادي من فوق بقى الوش كده
على البطاطس. تمام كده افضل يعني. عامة يعني الطيور او اللحوم عامة لازم تتبل بره كويس الاول، وبعدين تضيفيها بقى على البطاطس، على اي خضار انت حباه. تمام. ممكن تعملي برضو التتبيله دي بخضار مشكل وتدخليه في الكيس الحراري في الفرن برضو بفرخه كامله، هيديكي برضو طعم حلو قوي وصحي. تمام. زودت بقى كده ميه، احنا بنحب الصوص بتاعها شويه كتير. تمام. وشويه زيت صغيرين، واديتها رشه فلفل اسود من فوق وشويه ملح. بس هنشوف الكيك بقى مع بعض كده اهو. زي ما انتم ما شايفين الكيك طلع، عايزه اقول لكم كانت خطيره خطيره خطيره. بصوا سهله وبسيطه قوي. هنا بقى طبعا هحط صينيه البطاطس على النار زي ما انتم ما شايفين كده، هتغلي بقى على النار، هسيبها تغلي وتاخد راحتها خالص. تمام. وبعدين هدخلها الفرن، بس هشيل من عليها الغطا بتاعها، يعني مش هغطيها باي حاجه، ادخلها الفرن بس تتحمر. هنا بقى بصوا بقطع الكيك ازاي، وهوريها لكم، بس هي كانت سخنه فطبعا ما كنتش عارفه امسكها. هوريها لكم. بصوا هشه ازاي، وعايزه اقول لكم كانت عاليه ازاي وهشه جدا، بس هي كانت سخنه، ولو شايفين وطريه جدا. وطبعا لو شايفين الدخان طالع ازاي. بس كده البطاطس اهي زي ما انتم ما شايفين، سامعين صوتها بتغلي ازاي. طبعا هنا هعمل شويه رز بالشعريه جنبها. تمام. هنا بقى انا كنت خلاص دخلت البطاطس الفرن، ونزلت بقى بالشعريه حمرتها، وبعدين غسلت الرز وضفته. بس كده غسلت الرز وضفته وحطيت له الملح بتاعه. اسفه على الصوت لاني كانت الغساله شغاله، فاسفه. بس ضفت لها بقى مكعب مرق، وده اختياري براحتك خالص، ممكن تحطيه، ممكن تضيفي شوربه، ممكن تضيفي ميه، براحتك خالص. تمام. بس وضفت بقى الميه السخنه، وهسيب الرز بقى لحد ما يتشرب. تمام. وهرجع لكم تاني تشوفوه عامل ازاي. بصوا الرز، عايزه اقول لكم كانت ريحته حلوه جدا، وصينيه البطاطس كانت طالعه روعه جدا بقى ومحرمشه. وعايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت. بجد جربوها بالطريقه دي، سهله وبسيطه، وممكن ما تضيفوش اي زيوت او اي حاجه لو حابه تعمليها بطريقه صحيه. ما تضيفيش اي زيوت او اي حاجه. تمام. ممكن تقطعي كوسه معاها، جزر، براحتك خالص. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك كتير كتير كتير، لان ما بيبقاش فيه لايك.